واهلا بيكم في حلقه جديده من بيولوجي وذ ارسين. والنهارده هنتكلم هو فعلا مندل طلع غلطان زي ما عنوان الفيديو بيقول ولا لا. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع كل اصحابك عشان الفايده توصل لكل الناس. ويلا بينا نبتدي على طول بعد الانترو. وزي ما كنا بنقول مندل طلع غلطان في ايه؟ وده عنوان الليسن بتاعنا النهارده، الانتر اكشن اوف جينز. طب مندل طلع غلطان في ايه بالظبط؟ تعالى كده نشوف مع بعض. مندل وانت اتعلمت في ثالثه اعدادي انه الوضع الاساسي بتاعك انه مندل جاء قال لك لما انت بتجيب دوميننت قليل وبتجيب ريسيسيف قليل بتبتدي تعمل ميتنج للاثنين مع بعض. ناو ذا ريشيو اللي بيطلع بيكون موجود عندك في الفيرست جنريشن بيكون 100% دوميننت تريت. في السكند جنريشن الريشيو اللي موجود عندك بيكون 3 to 1، 3 دوميننت ل 1 ريسيسيف. طيب الوضع دوت بيطبق على ايه بالظبط؟ وهل في تريتس مش بتمشي على حسب اللي مندل قاله ولا لا؟ اتعلمنا في الدرس اللي فات، في الفيديو اللي فات على طول، والفيديو هيطلع لك اللينك بتاعه، روح بص عليه لو انت ما رحتش بصيت عليه. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا انه لما انا بجيب تو individual والتو individuals دول بيكونوا هايبريد في 2 تريت، في 2 تريتس، اوكي، بيطلع عندي ريشيو 9331. واللو دوت كان اللو اوف اندبندنت اسورتمنت. مندل طلع ب2 او بيطلع ب3 laws mainly. اول حاجه اللو اوف دوميننس، ان انا عندي تريت بتدومينيت اوفر انذر تريت، وسمينا التريت الدومينيت والتريت اللي بتبان هي دي الدوميننت، وسمينا التريت اللي مش بتبان هي دي الريسيسيف. اللو اوف سيجريجيشن انه في الاول مندل قالك انه كل القليل بتتوزع على الجميتس الموجوده عندك راندوملي، مفيش اي بري ديترمينيشن لمين هيروح فين. والله تاني اوف اندبندنت اسورتمنت كان التوبيك او الايديا اللي مندل بيعالجها هو انه باختصار شديد جدا هل التريت مربوطه مع بعض ولا مش مربوطه مع بعض. واللي لما توماس مورجان بعد كده جاب يشوفها في الفروت فلاي لقى انه فعلا في تريت ممكن تكون مربوطه مع بعض بسبب ان هي قريبه جدا على المكان اللي هي موجوده فيه على الكروموسوم. بس مندل ما كانش يعرف كده لانه كان ليميتد بالتكنولوجي بتاعته. وفي نفس الوقت مندل كان التجربه اللي قدامه والبروسيس اللي قدامه اللي هو اشتغلها على البي بلانت، فكانت ليميتد جدا بالنسبه لوقته. بس ده اديتك انسايت كبير جدا انك انت تقدر تفهم هي الجينز والكروموزومز بتشتغل ازاي. النهارده هنتكلم على حاجه جديده جدا، حاجه اسمها the non-Mendelian traits مش بتمشي according للرولز واكوردنج لللاز اللي جريجور مندل حطها. والبدايه اللي موجوده عندك احنا مثلا هنتكلم على lack of dominance، complementary gene و lethal genes. كل واحد منهم مهم جدا 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 لانه ده هيورينا تريت مختلف عن اللي انت تعرفه. اول حاجه عندنا lack of dominance. اللاك اوف دوميننس لما نيجي نبص عليها، الاكزامبل اللي موجود عندك هو ال4 o'clock plant او الجابانيز 4 o'clock flower. الجابانيز 4 o'clock flower فيها حاجه جميله جدا، اللون الريد دوميننت واللون الوايت دوميننت. زي ما انت شايف قدامك كده، لو انا جبت plant dominant R capital وجبت plant W capital whether هو red او white، الاثنين 100% pure والاثنين 100% dominant. بس في تريك بسيطة خالص. لو انا جبت red plant و white plant وخليتهم يعملوا mating مع بعض، الريزلت اللي هتطلع عندي هيكون pink flower. الله، طب اللون البينك ده عبارة عن ايه؟ اللون البينك اللي موجود عندك ده عبارة عن تريت جاية في النص ما بين الريد وما بين الوايت. طيب تعالى كده نشوف الميتنج بتاعهم هيكون عامل ازاي. في الاول خالص لما هجيب ريد فلاور R capital هيعمل ميتنج مع وايت فلاور W capital الجنريشن اللي هيطلع عندي هيكون R capital W capital. وده كل الجنريشن اللي طالع عندك 100% بينك. الله، طيب ال 100% بينك، البينك دوت لون في النص طالع ما بين الريد وما بين الوايت اللي موجود عندك. بس في السكند جنريشن لو انا جبت
two pink plants وحطيتهم في بانت سكوير موجود عندك كده بالديزاين اللي قدامك دوت، هيطلع عندك ريشيو مختلف شويه. هيطلع عندك ريشيو 1 red 2 pink و1 white. الله، طب ده عكس الريشيو بتاع 3 ل 1 بتاع مندل. انت هنا عندك 1 red 2 pink 1 white. اوكي، هنا مفيش dominance. الكيس دي بنسميها lack of dominance. وهنا في اختلاف ما بين الفينوتايب اللي هو التريت اللي بتبان عندك، خلاص، وما بين الجينوتايب اللي هو الجينز اللي موجوده في الليفنج اورجانيزم. خلاص، هنا انت عندك 1 to 1 بالنسبه للفينوتايب وبالنسبه للجينوتايب. الفينوتايب ريد والجينوتايب بتاع ار كابيتال ادي 1، والفينوتايب التاني اللي موجود عندك اللي هو البينك ار كابيتال دبليو كابيتال عندك اتنين منه ار كابيتال دبليو كابيتال فينوتايب وجينوتايب. وعندك ال1 التانية اللي هي الفلاور الوايت فلاور دبليو كابيتال دي ب1. فالريشيو اللي طالع عندك هو 25% ريد 50% بينك 25% وايت. طيب هنا ده بالنسبه لنا حاجه بره اللي جريجور مندل قال عليها. جريجور مندل قال لك لما انت هتجيب واحد دوميننت واحد ريسيسيف هيطلع لك 100% الدوميننت، وفي السكند جنريشن هيطلع لك 3 دوميننت و 1 ريسيسيف. بس جريجور مندل لما اتكلم على كده ما قالكش ان ممكن في بعض الاوقات ان يبقى عندك بلانت يطلع انترميديت ريت ما بين الاثنين، ودي حاجه غريبه جدا. طيب تعال اقول لك على الاغرب. الاغرب اللي موجود عندك هو البلاد جروب بتاعتك. البلاد جروب بتاعك اللي موجود عندك، انت عندك 4 بلاد جروبس. عندك جروب A B AB و O، بس الثلاثه دولت بيتحكم فيهم 3 قليل A و B و O. الله، هي الاليلز دي موجوده فين؟ قالك موجوده في كروموسوم بير نمبر 9 في كل الهيومنز. الكروموسوم ده موجود، هو ده اللي بيتحكم في البلاد بتاعتك. طيب ايه الاليل؟ ايه كلمه اليل؟ تعال بينا نفتكر كلمه اليل. وكلمه اليل هي الالترناتيف فورم اوف ذا سيم جين. يعني ايه الترناتيف فورم؟ يعني الجين اللي طالع عندك ممكن يطلع باكتر من منظر. في الحاله العاديه بيطلع بمنظرين. لو مثلا هنتكلم على تريت مثلا او صفه مثلا زي صفه الهايت الطول، فانت ممكن يكون عندك قليل طويل وقليل قصير. الاتنين دول وشين لنفس الحاجه اللي هي التريت بتاعه الطول اللي موجود عندك. طيب تعال نرجع تاني للبلاد جروب. البلاد جروبس اللي موجوده عندنا، انت عندك قليل مالتيبليستي. انت عندك 3 قليل بيتحكموا في البلاد جروب، وبيدي لك 4 بلاد جروبس مش واحده، بيدي لك 4. طب 4 اللي هم A و B و AB و O. البلاد جروب دولت ده الفينوتايب بتاعك. فينوتايب. بس في نفس الوقت انت هنا عندك 6 جينوتايب. البلاد جروب A يا A كابيتال يا A كابيتال O. بلاد جروب B يا B كابيتال يا B كابيتال O. ال AB هتكون A كابيتال B كابيتال، وال O هتكون O زي ما هي. بس خلينا نفهم شوية حاجات. ليه A كابيتال O بتديني بلاد جروب A، وليه B كابيتال O بتديني بلاد جروب B؟ قال لك تعالى بص هنا. البلاد جروب فيها كيس لطيفة جدا. أول حاجة في complete dominance، لأنه A و B بيدومينيت على الجين اللي هو ال O. بس في نفس الوقت A و B محدش فيهم بيدومينيت على التاني. بس في نفس الوقت هما مش بيدوني intermediate trait، هما بيدوني تريت ايه؟ تريت كاملة. فلو انا جيت عملت ميتنج ما بين person عنده blood group O وبيرسون تاني A كابيتال B كابيتال، خلاص، فانا هنا ممكن الاقي البيرسون اللي يطلع عندي دوت يا هيديني يا A كابيتال O يا B كابيتال O، وده هايبرد. طيب تعالى كده، انت على اي اساس برضو كمان بتصنفهم A و B و AB و O؟
قال لك instead ان انا اعمل ميتنج واقعد ادور، انا محتاج كيميكال اناليسيس اعرف بيه البلاد جروب اللي موجوده عندي دي عامله ازاي. طيب وجينا عملنا تيست كده للبلاد اللي موجود عندنا وفهمنا حاجه لطيفه خالص، ان في حاجه اسمها انتيجين وفي حاجه اسمها انتي بودي. ايه الفرق ما بين الانتيجين وايه الفرق ما بين الانتي بودي؟ الانتيجين دي كيميكال سبستنس، تمام، بالذات احنا بنتكلم هنا على الريد بلاد سيل، دي كيميكال سبستنس موجوده على السيرفيس بتاع الريد بلاد سيل. يا اما الانتيجين ده هيكون انتيجين A او انتيجين B. في البلازما on the other hand انا عندي انتي بودي، والانتي بودي اللي موجود عندي دوت يا هيكون انتي A او انتي B. طيب لو واحد البلاد جروب بتاعته A فهو الانتيجين بتاعه على الريد بلاد سيل هو A، فعشان كده بنقول اللي هو بلاد جروب A. بس الانتي بودي اللي موجود في البلازما هو انتي B. طيب ليه انتي B؟ هنفهم دوت كمان دقيقة. البلاد جروب بتاعك لو B فالانتيجين اللي موجود عندك B والانتي بودي اللي موجود عندك هو انتي A. طيب لو A و B فالانتيجين A و B موجودين على السيرفيس بتاع الريد بلاد سيل عادي جدا، بيقدروا يكسبرس نفسهم عادي خالص، مفيش حد فيهم بيزعل التاني، بس مفيش اي انتي بودي موجوده في البلازما بتاعتك. نفس الوقت طب لو انا عندي بلاد جروب O، بلاد جروب O مفيش ولا انتيجين A ولا انتيجين B، بس عنده الانتي A وانتي B موجودين في البلازما بتاعته. طيب ليه موجوده بالمنظر ده؟ ليه الديزاين ده موجود عندي؟ قال لك طيب تعالى كده احنا محتاجين نفهم ليه ده موجود. باختصار شديد جدا عشان تفهم الصورة دي مهمة بالنسبة لك قوي. الصورة دي اسمها the coagulation test. ايه coagulation test ده يا أرساني؟ دلوقتي انت باختصار شديد وبساطة لو انت حطيت انتي A مع انتيجين A الاتنين دول هيمسكوا في بعض. تعالى كده نرجع هنا. لو انت حطيت انتيجين A مع انتي A باختصار البلاد دوت هيتجمد وهيتجلط ويحصل كواجيليشن. وفي نفس الوقت انت لو حطيت انتي بي وانتيجين بي مع بعض البلاد هنا يحصل له كواجيليشن. يعني ايه كواجيليشن؟ يعني الدم يتجلط. طب يعني ايه الدم يتجلط؟ يعني باختصار الدم ينشف في عروقك، يعني الدم يقف مش هيتحرك. طيب لما الدم يقف وما يتحركش ايه اللي ممكن يحصل؟ بني ادم هيموت. فمن هنا بقينا نفهم ليه انت محتاج انتيجين A ويكون موجود عندك انتي بودي B في البلازما، او انتيجين B وانتي A موجود عندك في البلازما. اوكي طيب ايه المهم تاني في البلاد جروب بتاعتك؟ البلاد جروب مهم قوي ان هو يقول مين البارنت. بس خد بالك، خد بالك، هو يقول انت ممكن تبقى البارنت بس it don't prove it، ما بيثبتهاش. مش زي تحليل الدي ان اي. تحليل الدي ان اي هو التحليل الاقصى في ان هو بيثبت اي حاجه بالنسبه لي. في نفس الوقت تحليل الدم هو اللي يقدر يقول مين يتبرع لمين. يعني ما ينفعش اي حد يتبرع بالدم لاي حد لانه ممكن يكون السبب في ان هو يموته. في نفس الوقت احنا بنستخدم البلاد اناليسيز ان احنا نعرف الكلاسيفيكيشن والايفولوشن بتاع الهيومنز اللي موجودين عندنا. طيب تعالى كده اوري لك اكزامبل لمساله ممكن تجي لك. فبقول لك مثلا في المساله دي انه لو انا عندي مثلا two fathers argued about the pedigree of a child of a blood type O if the blood type of both father is O. The blood type of the first man wife is A and the second wife is AB. Which one of those men is more likely to be the father of the child and why? دلوقتي انا عندي كيس جميل. انا عندي بيبي والبيبي ده مولود ببلاد جروب او. لو انا عندي الابين
الاتنين البلاد جروب بتاعهم O. بس الراجل الاولاني مراته بلاد جروب A، والراجل التاني مراته AB. مين من الاتنين رجاله دولت يبقى الولد بتاعه؟ وده مثلا ممكن يحصل مثلا لو حصل مثلا ميكس مثلا في الحضانه. تعالى كده نشوف. تعالى باختصار كده هنعمل ايه. هنروح جايين كاتبين مثلا انا عندي الفاذر الاولاني بلاد جروب بتاعه O، وبما ان هو ريسيسيف فلازم يبقى بيور، وعارفين الكلام ده من ثالثه اعدادي، هيبقى O كابيتال O كابيتال او O. البلاد جروب بتاع الام A كابيتال O، وهبتدي اعمل الميتنج بتاعي. ممكن لو الطريقه اللي قدامك دي صعبه هنعمل بانت سكوير، واروح جاي كده بانت سكوير صغير خالص على جنب بالمنظر ده، واروح كاتب ادي O O، وهنا A كابيتال وهنا O، ادي هنا A O A O A O، سوري هنا O O وهنا O O. طيب يعني انا عندي احتماليه انه البيرنتس دولت يطلعوا او بلاد جروب. طب التانيين، لو انا عندي الفاذر هنا او او وهنا A كابيتال، تمام، A، خلاص، تعال ايه اللي ممكن يحصل عندك؟ ده بالنسبه للراجل الايه؟ الراجل الاولاني، خد بالك، ده كل ده بالنسبه للراجل الاولاني، تمام. مراته في الاول هي A، فاحنا مش عارفين هي A كابيتال O ولا A كابيتال A، فاحنا بنجرب الاحتمالين. ما تتاخدش وتسرح في الحته دي، لانه اوقات كتيره ناس كتيره بتغلط فيها. طيب تعالى نعمل هنا بانت سكوير برضو بدل الكعبله اللي قدامك دي، اهو ادي بانت سكوير تاني، ادي A كابيتال A كابيتال وهنا O O. يا هتطلع بالمنظر اللي قدامك ده اهو A كابيتال O A كابيتال O A كابيتال O A كابيتال O. يعني في جميع الاحوال هيطلع عندك ايه؟ كله ايه؟ هيطلع كله ريسيسيف، سوري هايبرد مش ريسيسيف. يعني مفيش حاجه ريسيسيف هتطلع عندك، مفيش او يطلع عندك خالص. طيب انا عندي البيبي هنا طالع فيه او، يبقى احتماليه ان انا الام تكون بيور اي دي مش موجوده، هلغيها. طب تعالى الاحتماليه التانيه، ممكن يطلع عندي A كابيتال، تمام، او اي بي تطلع لي او. طب تعالى نشوف، ادي او كابيتال او او واي كابيتال بي كابيتال. تعالى نحطها في بانت سكوير بدل ما نعقد الدنيا، اهو ادي اي كابيتال وادي بي كابيتال وهنا او ادي اي او وهنا بي او وهنا بي. يعني هيطلع لي A يا هيطلع لي B. الله، تمام، يا هيطلع لي A يا هيطلع لي ايه. اذا هنا ايه؟ هنا انا بقى موجود عندي حاجه غريبه. ايه الغريب اللي موجود عندك؟ انه البارنت التاني ما ينفعش يطلع باي حال من الاحوال او. اذا البيبي ابو بلاد جروب او بتاع مين؟ بتاع الراجل الاولاني، مش بتاع الراجل التاني. لان كده هنا الراجل التاني ده نقدر نشطب عليه، مش هيطلع بيبي او لان مراته اي بي. طيب انت هنا قدرت تفهم ازاي انك انت تنفي البنوة. تنفي البنوة، ما تثبتهاش. انت عملت نفي مش اثبات، انت قلت ان ده مش ابوه بس، فبالتالي التاني اللي هو بيقول يبقى ده ابنه، خلاص. الحاجة التانية هو البلاد ترانسفيوجن، نقل الدم. باختصار، في نقل الدم لازم تبقى فاهم كويس قوي ان عملية نقل الدم دي عملية صعبة. لازم في الاول نعمل تحليل للدم، نعرف الشخص اللي قدامنا دوت هو البلاد جروب بتاعته A ولا B ولا AB ولا O، خلاص.
فعشان اقدر احدد البلاد اللي هو هيستقبله، فالبلاد جروب A اللي موجودة عندك يقدر يدي الدم ل A ويدي ل AB. طب ياخد دم من مين؟ قال لك بسيطة، ياخد دم من A وياخد دم من O. طيب البي، قال لك البي يدي بلاد لبي واي بي. طب ياخد دم من مين؟ ياخد دم من بي وياخد دم من او. طب تعالى للاي بي. الاي بي الحلو ده ياخد من مين او يدي لمين؟ قال لك يدي الاي بي زيه، ما يديش لحد تاني غيره. طب ياخد من مين؟ ياخد من كله، يريسيف من كل البلاد جروبس اللي موجوده عندك. يريسيف منين؟ من كل البلاد جروبس اللي موجوده عندك. فاحنا بنقول على الاي بي ده يونيفرسال ريسبتور، مستقبل عام، ياخد اي حاجه من اي حد. تمام. اما الاو ما يديش غير لكل الجروبات. ايه ده؟ يعني الراجل ده بيدي كله، يعني مش مقصور على حد. قال لك بيدي كل الناس. قال لك بس لما يجي ياخد، قال لك ما ياخدش غير من اللي زيه. يعني الاو يدي لكل الناس، بس يوم ما ياخد بس من اللي زيه. ودي حالة صعبة قوي، لأن الاو عددهم قليلين. الناس البلاك جروب بتاعهم او عددهم قليلين، بس على كده مهمين جدا 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 وجودهم في الهيومانيتي، ان هم يقدروا يدوا بلاد لاي individual تاني حواليهم. عشان كده احنا بنسمي او universal donor. طيب تعال بقى اكلمك انا ازاي بحدد البلاد جروب من خلال الكواجيليشن تيست او كلوتنج تيست اللي انا قلت لك عليه. فاحنا بنعمل ايه؟ اول حاجه احنا بنجمع سامبل. تمام. بناخد السامبل اللي موجوده عندك دي، ناخد مثلا ملي دم، 2 ملي دم، ونبتدي نحط الملي دم اللي موجود عندك دوت على الديفرنت سلايد، على 2 سلايد. اول سلايد هنحط عليها انتي بودي A، والسلايد الثانيه هنحط عليها انتي بودي B. طيب لما نحط الانتي بودي A، لو حصل كواجيليشن، خلاص، يبقى البلاد جروب اللي موجوده عندك دي A، لان مع الانتي بي هو مش هيدي لك كواجيليشن. طيب لو ما حصلش كواجيليشن مع الانتي A وحصل كواجيليشن مع الانتي بي، يبقى البلاد جروب اللي موجوده عندك هي B. لو حصل كواجيليشن مع انتي A وانتي B، يبقى البلاد تايب اللي موجوده عندك هو AB. لو ما حصلش كواجيليشن خالص، يبقى الفصيله اللي موجوده عندك هي O. من خلال التست ده احنا بنقدر نعرف هو مين اللي موجود عندي في البلاد تيست دوت على اساس الكواجيليشن. خلاص، يعني لو لقيت الدم اتجلط كده ونشف مع انتي A بس ما نشفش مع انتي B، يبقى انا عندي بلاد جروب A. طب لو نشف مع انتي B وما نشفش مع انتي A، يبقى انا عندي بلاد جروب B. طب لو نشف مع انتي A وانتي B، يبقى انا عندي بلاد جروب AB. طب لو ما نشفش مع ولا انتي A ولا انتي B، يبقى انا عندي بلاد جروب O. خلاص، يبقى هنا في الحاله دي انت هنا بتعمل ايه؟ بتقدر تفهم انت تدي الدم لمين، لانك انت لو حصل واديت الدم غلط فانت في شويه سيمبتومز مش هتبقى لطيفه. اول حاجه شيفرنج، رعشه، تشست بين، بلونس، البني ادم يبتدي لونه يزرق كده مش قادر ياخد نفسه، ريجولار هارت بيت، لو بلاد بريشر، شورتنس اوف بريث، مش قادر ياخد نفسه، الضغط بتاعه بيقع جامد قوي، في هيدك، وكل دوت eventually end with the death of the person. حاجه التانيه، لازم انت تتاكد انه البلاد اللي انت بتعمله ترانسفيوجن مش polluted بفيروس، ولا فيه هيباتيتس A ولا B ولا C ولا عنده ايدز ولا عنده اي ديزيز تاني. لانه لو حصل وانت اديت بني ادم
بلاد بالغلط في ديزيز، هنا بقى البني ادم ده عنده الديزيز دوت كده، انت يعني موته، عملت له مشكله كبيره جدا. وبالتالي لازم تاخد بالك وانت بتنقل الدم. حاجه تانية مهمه جدا ناخد بالنا منها واحنا بننقل الدم، وهو الريسس فاكتور. ريسس فاكتور اكتشفناه بالصدفه في نوع من المونكيز اسمها ريسس مونكيز، وده ده انتيجين موجود على السيرفيس بتاع بتاع الريد بلاد سيل اللي موجود عندك. موجود عند 85% من البوبيوليشن بتاعت الهيومانيتي كلها، يعني 85% من الناس موجود عندهم الريسس فاكتور. عشان كده بنقول عليهم they are positive rhesus factor or Rh positive. 15% they are Rh negative, which means ان هم they don't have الايه الفاكتور اللي موجود عندك دوت. طيب البني ادم بيكون بوزيتيف لمجرد ان هو موجود الانتيجين ده على السيرفيس بتاعه، بيكون نيجاتيف لو الانتيجين ده مش موجود على السيرفيس بتاع الريد بلاد سيل بتاعتك. طيب هو مهم ليه؟ يعني هو زياده غلاسه؟ لا، هو مش زياده غلاسه، مهم قوي لانك انت لازم تبقى فاهم انه ما ينفعش تمام تنقل البلاد كده عمال على بطال. يعني انت ممكن تدي لحد مثلا بلاد جروب A لبلاد جروب A، مفيش مشكله، بس لازم تاخد بالك. طب هو الريسس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طب هي هتفرق معايا؟ تفرق معاك. طب تفرق معاك في ايه؟ تعال اقول لك. ابسط مثال يبان على كده لما يكون عندي RH positive man marrying an RH negative woman. هنا بقى المشاكل تبتدي تظهر. if the baby اللي موجود inside الwoman، الموجود جوه بطن مامته، لو هو RH positive ومامته RH negative، هنا تبتدي بقى ايه؟ تحصل مشاكل. طب ليه؟ قال لك لانه بارت من البلد بتاع البيبي is mixed with the blood of the mother اللي موجوده عندك through the placenta. تمام؟ طيب ماشي، ايه المشكله؟ قال لك الاميون سيستم بتاع المذر يبتدي ياخد باله ان في ار اتش بوزيتيف دخل عنده، ويبتدي يطلع انتي بودي عليها. البيبي الاولاني ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده، البيبي الاولاني هينزل سليم. بس المشكله هتبان في البيبي التاني. دايما البيبي التاني بنسبه كبيره هينزل ميت لو هو ار اتش بوزيتيف. ليه؟ لان في الحاله دي هتكون الانتي بوديز اللي في جسم مامته اللي طلعت من البيبي الاولاني بقت كتيره. لما يجي البيبي التاني ار اتش بوزيتيف زي البيبي الاولاني، الانتي بوديز دي هتدخل ليه البيبي التاني اللي موجود، والبيبي التاني اللي موجود دوت الريد بلاد سيلز بتاعته هتبتدي تتكسر ويبقى نازل بيه اكيوت انيميا، وبنسبه كبيره ما بيتلحقش ويموت. طيب لو البيبي التاني ار اتش نيجاتيف او البيبي الاولاني ار اتش نيجاتيف زي مامته، هيتولد عادي، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشكله. طيب احنا عشان نحل حوار بقى او مشكله انه البيبي التاني ده بينزل يموت، بنعمل ايه؟ سواء البيبي التاني اللي نازل دوت ار اتش نيجاتيف او ار اتش بوزيتيف، تمام؟ البيبي الاولاني اللي هيتولد دوت ار اتش نيجاتيف او ار اتش بوزيتيف مش فارق معانا، هيتولد. بعد ما يتولد بندي الام شوت، بندي لها حقنه تكسر الانتي بوديز اللي بتطلع لما يكون في ار اتش بوزيتيف بيبي موجود جوه بطن مامته، وبالتالي نضمن ان البيبي دوت يبقى سيف، او نضمن انه الحمل التاني يبقى سيف، ما فيهوش اي مشكله. طيب بالصدفه الست اللي جت اتجوزت دي ولدت اول بيبي ليها، واول بيبي ليها اتولد وهو ميت. هنا دي في مشكله كبيره قوي. طب ليه؟ لانه في وقت ما من الاوقات بنسال الام دي اتعمل لك نقل دم وانتي صغيره في اي وقت من الاوقات ولا لا؟ السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. ان الفيرست بيبي is born dead. why؟ يقول لك اديني سبب ليه، ايه اللي حصل؟ بنسبه كبيره بيكون انه الام في وقت ما من الاوقات حصل لها blood transfusion with an RH positive blood. مع الوقت البادي بتاعها
عمال يدي انتي بوديز، concentration بتاع الانتي بوديز بيزيد. اول بيبي لما يتولد البلود بتاعه ار اتش بوزيتيف، الانتي بوديز هتروح ثرو ذا بلاسنتا للبيبي تعمل له اكيوت انيميا وتموته. طب لو البيبي ار اتش نيجاتيف مش هيحصل له اي حاجه خالص، هيتولد عادي جدا لانه ار اتش نيجاتيف زي مامته. تمام. عشان كده بنلاقي انه دايما الدكتور بيحب يسال وياخد هيستوري مهم جدا، تمام، بالنسبه للام اذا كان حصل لها اي فيوتشر بلود ترانسفيوجن ولا لا. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع كل اصحابك، واستنونا في الجزء الثاني من السكشن اللي احنا بنتكلم عليه دوت، والشابتر اللي احنا بنتكلم عليه دوت الانتر اكتيف جينز. ودلوقتي بيتهيألي احنا بقى عندنا فكره كويسه هو مندل طلع غلطان في ايه وما طلعش غلطان في ايه. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير مع كل اصحابك عشان الفايده توصل لهم. واشوفكم في الحلقه اللي جايه من بيولوجي وذ ارساني. باي باي.